عسلامة ومرحبا بكم. باش نحكي على كرهبة بنت حمو. اونكور اون فوا. اتلزيت الله غالب. باهي. قريت في موزايك اليوم قالوا اللي انا اتهمت حما انها هبة اماراتية او هدية. مو صحيح ومش جديد على موزايك. الكذب والطبلعيت مو جديد. اتفرج سيدي شوف ايش هبطت انا بالضبط. يظهر لي كلامي واضح وموزون وكان هكا من المرة الأولى اللي هبطت فيها الكلام هذا. عمري ما وجهت اتهامات الحمى ومش دوري توجه الاتهامات لحتى حد. باهي. هل يعني هذا انه الحكاية غير مشبوهة؟ لا يا سيدي. الحكاية مشبوهة. لما مرشح للرئاسة تجيه كرهبة من الإمارات بالذات في فترة انتخابات بالذات ويزيد يسك وينكر ويكذب على انه يقول ما ثماش منها ولما نثبت اللي ثم منها يولي يوخر تولي ثم حكايه مشبوهه. علاش مشبوهه سيدي؟ المقيم في فرنسا كي يشري كرهبه من فرنسا مش كيما يشريها من الامارات. علاش؟ واحد، مصاريف الشحن. اثنين، كرهبه ما يشمل اورو 1 يخلص عليها بالزيت. ثلاثة، في فرنسا نجم يشوف كرهبته ويتفقدها كان فيها فيس كاشي كان فيها عيب، كي ياخذها خاطر في شكرها في الامارات ما ينجمش. يعني الحكاية مشبوهة. هل هي هدية أو هيبة أو رشوة أو كلام هذا؟ أنا عمري ما قلت الكلام هذا. هما الاحتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول حما ما يعرفش يصرف الفلوس. كهرباء موجودة في فرنسا يصرف أغلب يجيبها من 8000 كيلومتر وأكيد قدوس في شكار. في الحالة هذه بالنسبة للمترشح للرئاسة يقعد أمر يهم الرأي العام، هذا فلوس عائلته ما عرفش يتصرف فيها باش ينجم يكون رئيس. اثنين، حما عنده برشا فلوس وربي يزيدو. عبرتو مرته خدمت عند القبي وما ماهوش عيب. ففي الحالة هذيك نجم نسألوه من أين لك هذا، خاصة إذا ربطنا بالأمر بمصاريف حملته الانتخابية. إن السيد ينجم يجيب يحب يصرف يحب يعاون شركة إماراتية بفلوس الشحن يسألوا حتى حد. الاحتمال الثالث انه ثم شكون معناها من الحبيبات او من الاصحاب مقيم برا ولا مقيم في الامارات معناها قالوا خلي الطفله تفرهد مشاش بعث لها كارت. هذا ثلاث احتمالات، لا ارجح واحده على واحده، وهذا مش دوري انا باش نرجح. انا دوري انه مرشح للرئاسه جاته كربه من الامارات بالذات في ظرف قبل الانتخابات موضوعهم من الراي العام قمت بواجبي. وكونوا مؤكدين لو كانت بنت المنصف المرزوقي بريود الانتخابات جاتها كرهبه من قطر كان يكون التصرف نتاعي نفس التصرف. هذا واجب. والانسان يترشح للانتخابات الرئاسيه معلومات كيما هذه على قدر الدوليه واملاك عائلته تهم الراي العام. حبس يا حما ولا ما حبش. اي لكن هاو حما جاب فاتوره نشرتها موزايك اللي شراها من الامارات 13000 دولار. انا مانيش خبير محاسب، لكن لما نلقى فاتوره مكتوبه بلسان القلم سام وشيفر سام نقول سوسبي. ريت فاتورات قبل، لكن كل اللي تلقاه مكتوب بلسان القلم تلقاه مكتوب بالحروف مش تاكس والمصاريف الشحن زيد انت من راسك. اثنين، اذا حب يمشي في الديمارش هذه ويثبت ان الكرهبه شرتها بنته. واحد، بنته مازالت طالبه، يلزم يثبت اللي التحويل اللي صار باسم بنته بتاريخه من كونت نتاع بنته حتىش للكونت نتاع الشركه الاماراتيه. هذه ورقه مهمه. اثنين، يلزم يعطي ديكلاراسيون فيسكال نتاع بنته اللي عندها لي مويان والامكانيات وهي طالبه باش تجي تدفع السوم هذيك. في غياب الورقتين هذوما الفاتوره اللي نشرتها موزايك من غير ما ثبت منها كلام فارغ واطلاق ريح وما عندها حتى معنى وما تثبت حتى شيء. بالعكس الفاتوره هذه وحدها بالطريقه هذيك تزيد تقوي الشبهات. باهي، اذا انا معلوماتي صحيحه والوثيقه صحيحه وما اتهمتش حما بحتى شيء، لا حما لا مرته، يبقى باش يرفع قضيه. من حقه انه يرفع قضيه، والقضاء جعل باش يعطي الحقوق لاصحابه.
ما عندي حتى مشكل، لكن خايف لا يمشي كي يرفع القضيه يمشي يقول لهم راهو يستعمل ادريستي الموجوده في تونس والحكم غيابي ما نجمش ندافع عن نفسي، فكلفت عدل المنفذ انه يمشي لسي حما ويعطيه ادريستي فرنسا، وانا مستعد لتحمل جميع مسؤولياتي القضائيه والقانونيه. نشر وثيقه كما هذه ما فيهاش اساءه لحتى حد. اللي فيه اساءه هو اللي عمله حمك العام انه وزع في كاسات بورنو مفبركه مزيفه لتشويه خصم سياسي. هذاك اللي ممنوع قانونا وقد حكمته عليه المحكمه. باهي ها قالوا لي هيثم المكي يعفس فيك المزيك، كان اسمعش مزيك، لكن مش مشكل يعفس ونص من حقه زاده. انا ديما كنت مع اعاده تاهيل متعاطي المخدرات واللي خرجوا وسجناء الحق العام مع اعاده تاهيلهم والصبر عليهم. قالوا لي زاده شو اسمه سمير بالطيب خذا فيك باي، مانيش باش نجاوب ورد عليه. معنى قدر الناس هذيك انه هاني في عمر ولده، والقدر نتاعو انه يعلق على ما نعمل على معقول يكفيه معناها وضاعه هكاك. وراضيه باش نجاوب عليها ولا لا؟ لا حتى راضيه مانيش نجاوب عليها، مش مشكل. اذا كان هابط المستوى ذاك انا ولد ناس ومستواي ما يسمحليش باش نهبط الكلام اللي قالته. ما لو ترفع قضيه موزايك انهم قالوا عليه كلام ما قلتوش وكتبوا ياسين العياري اتهم محمد و لا مانيش رافع عليهم قضيه لسبب بسيط وواضح. انا ما نرفعش قضايا بالبعابس، انا نرفع قضايا بالروس، انا نرفع قضايا بسيادهم. معناها مش نهبط نوسع بالي مع موزايك. انا رفعت قضيه بالباجي قايد السبسي لما جاته سياره مصفحه من الامارات واني راقده، رفعت قضيه بكمال طيف لشبهه فساد، رفعت ونحضر في قضيه ضد محسن مرزوق لما نعتني بالارهابي على دوتشيفل. يعني حروبي مع الروس ما هبطش ديفيزيون 2 يكتبوا باش يحبوا هذا تنبيه من عند المحامي مانيش باش نبعث لهم. هما قالوا لي انا اتهمت حمد كذا واكس وي زاد، لكن كلامي واضح وشفتوه في الكابتور اكرام. رجاء ما عادش نبدا بعد نرجع الموضوع هذايا. الاوراق اللي قدمتها صحيحه، اللي خلى الامر مشبوه هو رده فعل حمى وكذبوا على العلن انه قال ما ثماش من الكرهبه، وزاد الفاتوره المشوهه هذه والمشبوهه اللي تقدمها صعبه الامور. اذا بالحق الكرهبه كانت بنت وربي يزيدها يقدم ديكلاراسيون فيسكال نتاعها اللي هي عندها لي مويان باش تشري الكرهبه هذه. اذا كان فلوس امها اعطتهم لها، هل الفلوس خرجت الديفيز خرجت من تونس بطريقه رسميه ولا حمى عنده الحق في الفساد معناه يخرجوا الديفيز من غير بما يخالف القانون. هل البنت عادت نهائيا لتونس لانه لافسيار حق عند العوده النهائيه، هل عادت نهائيا؟ يعني ثم مجموعه من الاوراق. اذا هو اختار انه يقدمها المزيك ماذا بينا ما يغطيش يعني شمس بالغربال ويجيب الصحيح ويقدم الوثائق هذه اللي نتصور الراي العام يتهمه. كما شفنا حكايه الكرهبه طلعت بالحق تم الراي العام. كلمه للي ميديا عيب راهو لما يجي تجوز اطراف في قضيه تجيب طرف واحد، يعني شلخت روحكم ياسر. لكن مش مشكل، لو كنتوا عملتوا غير هدايا كان الامر فاجئني، لكن اعلام العار ماهوش شعار. كيا يا حما كيا يا عمال العالم، كتفكات الى الامام الى الامام الى الامام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.